والبنات بيسألوا عنها، في اللي يعني نفسه يعملها قوي بس خايفة ان انا اعمل حجامة تجميلية وشي يتشوه، ممكن يحصل لي مشكلة. بعض الاشاعات اللي بتطلع على الحجامة انها ممكن تسبب بعض المشاكل في الوش، الاثر بيبقى كبير. فكلمينا عن الحجامة التجميلية. هي فوائد الحجامة التجميلية ما شاء الله لا تعد ولا تحصى على الحالات اللي احنا عملناها أو طلعت ظهرت معانا. ما شاء الله بتأخر التجاعيد تماما. بتشد البشرة، بتفتحها درجة أو درجتين، بتوهج البشرة. ما شاء الله ليها فوائد كتير جدا جدا. يعني بدرجة إن هي بتعمل إضاءة البشرة أو تنوير البشرة بعد جلسة الحجامة مباشرة. مم. لو في بعض الحالات ما بتحتاجش تشريط خالص، احنا بنعملها مساج او بالحجامه، مع بعض ترطيب البشره الاول بالزيوت المناسبه لكل بشره. مم. بعد كده في بعض الحالات بنضطر ان احنا نعمل لهم تشريط خفيف جدا جدا اللي هو لا يذكر. مثلا اللي عندهم جيوب انفيه بنعمل لهم في البشره في الوجه، مم. عند الانف وفي الهامه. مم. طيب بالنسبه لناس عندهم تجاعيد كتير او عندهم كمان كلف او النمش، عارفه يا استاذه بقى ندى، بعض الحالات اه، بقى عندهم الكلف مؤثر جدا على وجههم، بيدي لون ولون، تلاقي البشره بالظبط. لون ولون، لون بالظبط. فاتح ولون غامق. بعض مم. الحالات الحبوب، حب الشقق والحبوب بتاثر على الوجه جدا جدا وبتسيب اثار. بعد الحجامه ما شاء الله مباشره تاني يوم او يومين بتنتهي، بتختفي تماما. ويعني بعض الناس بيحسبوا اللي عامله حجامه بيظنوا ان هي عامله بوتوكس او فرر او عامله عمليه تجميل.